الكبار مشروطين مع نيفيا ولا واحد ديال الطرق خصوصا الأهداف تختلف من فريق لفريق. كيبحث على نقاط باش يبقى دائما مع الفريق. اظن ضيع بعض النقاط مؤخرا وفي نفس الوقت يحاول يسبقها ولكن فريق الجيش الملكي دائما كيكون بنفس الطريقه بنفس شكل المباراه سواء داخل وخارج الميدان. كما شفتوا بانه نقدر نقطع التوزيع ديال المباراه ثلاثه المراحل. المرحله اللي الشوط الاول فيها مرحلتين الى حدود 18 دقيقه في اخر الشوط، والشوط الثاني اظن لكل فريق بدا كيبحث على السبق او على الهدف. هذا الشيء يعني الشوط الاول اظن 18 دقيقه يعني كان فريق الجيش الملكي يعني نهج واحد الاسلوب ديال الهجومات السريعه كما تشوفوا يعني تحت لنا يعني او كنا كنوصلوا يعني عده مرات المرمى ديال الفريق الاسفل غير كان شويه ديال التسرع احيانا، وبعض الاحيان كذلك حتى الدفاع اللي كان عارفين بانه الفريق الدفاع ديالو لان كان كيحاول يضغطنا الهجومات بعض المضادات خصوصا وضع جوج ديال المهاجمين اليوم اللي ما كانش من العاده دائما اللي كان هو نجون وكان الله باش يحدنا يعني يرجعنا شويه للوراء. فاظن بانه لما قفنا المباراه بيدينا هنا هذا هو العيب. كانت شويه الثقه الزائده ديال بعض اللاعبين، وهذا انا كنت بعض الاخطاء اللي كانت بعض الاحيان ديال الفرديات اللي كنعطيو فيها بعض التمريرات الخاطئه الفريق خصم اللي رجع فيها المباراه. كما شفتوا الرجوع ديال المباراه الفريق بدا كيدير في نفسه ديال المنافس الاسفل، وكذلك بدات كتاح ليه بعض الفرص. اظن اللي ولا توازن ان صح القول، وكل فريق كان كيبحث يعني في اي لحظه من اللحظات باش يعني يهدف. الشوط الثاني كما قلت لكم بانه الفريقين بجوج يعني فتحوا اللعب، الايقاع شفناه ارتفع نسبيا، وفي نفس الوقت بقات الهجومات يعني هجومات اخرى في كل الفريقين، هجومات من هذه الجهه وهجومات من هذه الجهه. اظن بانه احنا لاحظنا بانه قراءه الخصم لنا بانه حاول يسد لنا بعض المنافذ خصوصا الجانبيه، ولكن لاحظنا بان كانت هناك يعني ثغره في وسط الميدان وكذلك في وسط الدفاع، وخلفت المثلثات اللي كان معود بان قديو يكون جناب رجعته في الوسط باش كل الكرات يمكن تمر على قديو. وفعلا نجحنا الا احيانا يعني العرضيه ديال الملعب كانت بعض الاحيان كتعوق السير ديال الكره لان كانت اما الكره كتنزلق او بعض الاحيان التمريرات ما كتكونش محكمه. كانت هناك يعني بعض الاحتكاكات اللي هرست من الايقاع في امان ديال المباراه حتى جات ديال ضربه الجزاء من التحكيم ما غاديش نتكلم عليه، ولكن نتكلم على الفروق. فاظن بانه سجل الفريق الاسفل الهدف عن فريق الجزاء، واظن بانه ضربه الجزاء كان واحد ضربه فعل. اظن اللي عاد فريق الجيش الملكي يمكن طاق نسبيا من المنسوبات ديال واحد الفترات اللي كانت عصيبه. ولما قمنا بالتغييرات باش نزيدوا نعزوا في وسط الميدان اكثر نزيدوا مهاجم اخر هو اللي كان يحتاج مهاجم اخر، واظن بانه كان نسبيا الفعاليه في التمريرات الاخيره، وكان الفعاليه في الرفع بعض الاحيان اللي ما نجحوش فيها بعض اللاعبين. واظن بانه الوقت اللي حاولنا كما سبقونا نذكرون بانه ما نحاولوش نمروا نمروا من الوسط، فبعمليه كانت محكمه استطعنا باش يعني نسجلوا الهدف اللي رجعنا فيه. واظن بانه يمكن القول بانه النتيجه منطقيه بالنسبه للفريقين. سي رشيد الطوسي سي كمالي تقنيا سي رشيد الطوسي بالنسبه لفريق الجيش الملكي لعب دابا 8 المقابلات 5 انتصارات و3 تعادلات. واش انت راضي على الاداء العام ديال الفريق؟ سؤال اخر كيفاش كتشوف التقييم العام للبطوله بصفتك ناخب وطني وكنهنئوا على لان في هذا المنبر كنت قلت لنا بان احسن مدرب هو اللي عنده الحق يمشي للمنتخب، احسن لاعب من البطوله، احسن معد بدني، احسن المهم الحمد لله غادي في هذا الشق.
غير واش ما كتبانش لك بان الجمع ما بين فريق التدريب فريق الجيش الملكي وتدريب المنتخب الوطني واش ما كينقصش شويه من العمل ديالك؟ فأشكركم لأن الدعم ديالكم أظن بأنه والتقييم ديالكم اللي كيكون دائما موضوعي هو اللي كيجعلني باش نقول هذا الكلام، وأنا غادي في نفس المسار. أظن فعلا بأن حين نقيل واحد شوية، فأظن بأنه ما يقدرش غتجيب العيب ولا العار. أنت كتعرف الحس ديال المغاربة وأنتم كذلك، باش تسمح بواحد الطريق في واحد المرحلة اللي بديتي معاه واحد المشروع، أظن غتجي الوقت. ما نستطيعوش، كل حاجه كتجي وقتها، غتجي الوقت اللي غادي لانه هناك ناس كما اقول دائما الحكماء اللي غادي يعرفوا بانه القضيه الوطنيه والمساله الوطنيه اكبر من كل هذا، من كل فريق الجيش الملكي دائما كيكون سباق لاي قضيه وطنيه، خصوصا الرئيس ديالو الجنرال سليمان. واظن بانه حاليا يعني حتى المسؤولين راهم مسبين التفكير غير مقصد تجي مني انا بان نسمح بواحد الطريق واللي كما قلتي لحد الان غادي في واحد يعني في واحد السلسله ديال النتائج بالنسبه لي ايجابيه بدون نزاع منذ بدايه البطوله، ومع الصداره وعندنا جوج مباريات يعني من قصر اذا انتصرنا فيها غادي نكونوا يعني بواحد الفرق نسبيا شويه في المرتبه الاولى. فاظن بانه الوقت غادي نصفوا الوقت غادي تقييم والتقييم بالنسبه للبطوله بانه كيفاش شفتوا بانه هذا بالعكس انا بالنسبه لي كيكون ماشي بمصلحه الجيش الملكي في بعض الاحيان، كل الفريق كيبني البلاء حسن، كل لاعب كيبغي يبين بانه راه يستاهل مكانته. ودائما انا مع مساله بانه دائما يعني تكون المكان اجدر، سواء كان مدرب سواء كان معد بدني او كان لاعب. واظن بانه يعني الاستحقاقات المقبله في وسط كاس افريقيا الامم غتحتم علينا فعلا باش نضافوا جهود مجموعين ان شاء الله باش نحققوا الهدف اللي بغاه كل المغاربه ان شاء الله، وهو ظهور واحد المنظر مشرف بمرور الضوء الثاني. وانا ذاك واحد النقطه وانا بغيت نتكلم هنا وسمحوا لي باش ما نخلطوا شويه غير قبعات مدرب ديال فريق الجيش الملكي باش نحدوا ابو ربيع ما تشوفش لو شونجمون اللي المدرب ديالو الامريكاسي ابراهيم سهل عليكم شويه الاموريه، خاصه لاحظنا ان عناصر ديال الدفاع وولات الوسط الميدان ديال الكره. كل مدرب عنده القراءات ديالو، ما نقدرش انا نحكم على مدرب دائما من الناحيه الاخلاقيه كنحترم هذا، ولكن كتكون هناك يعني تفكير داخل المباراه كلشي. اكيد لانه ملي كنشوف انا شخصيا نشوف مهاجم اكيد غنطلب من اللاعبين ديالي باش يفهموا كما لاحظتوا بانه اصبحت الكره كلها في وسط الميدان ديال الفريق هنا في الكاسي، ولكن دائما مع حيطه وحذر ومع واحد الامان باش ما نقولوش تكون شي كره مرتده او شي هجمه مرتده، خصوصا كنعرفوا يعني القيمه والاهميه ديال محمد الله، يعني السرعه ديالو بالكره بالرجل والمهارات اللي عنده ممكن في اي لحظه من اللحظات تضرب معه. واظن بانه نقدر نقول بانه حس كذلك بانه الثقل اصبح وازن اكثر حتى في وسط الميدان ديالنا، كما خمس وسط الميدان وشدينا وسط الميدان بهذا الشكل. اظن بانه ممتاز، اصبحنا سباقين للكره، اصبحنا محتكرين على الكره، واصبحنا قريبين من المرمى ديال الحارس الاسفي. واظن بانه الفريق انتم شفتوا ملي كيكون كذلك منتصر وكانوا منتصرين 1-0 وكانت الدقائق الاخيره ويمكن التفكير الحفاظ على النتيجه. الحفاظ على النتيجه اكيد تعزز وسط الميدان ديالك، تعزز الدفاع ديالك، ولكن حنا كما قلت ما استناش كنتفضل فيها قويه وحاولنا باش نبقاو مستمرين، يعني حتى الناس هنا بواحد الطابع ديال فريق الجيش الملكي كنبقاو نجم كما قلت الاول من خارج الميدان او داخل الميدان. اظن بانه يعني رده الفعل بالنسبه لنا والتكرار ديال العمليات اللي كانت دائما متصله نهارنا من اليمين عن طريق شاكين وعن طريق بالخطر، من اليسار عن طريق كودي، واللاعب محسن اللي نعرف المهارات ديالو عطى الاضافه يعني في اللمسات ديالو وحتى في التسديدات ديالو اللي كنعرف عنده تسديدات قويه. واكيد بانه التسديده من اللاعب محسن هو اللي كان الهدف بالنسبه لنا اللي رجعنا يعني في اخر دقائق ديال المباراه. فاظن بانه ولا احد كان يتصور لانه حتى لو اي مدرب يقول بان خصني نحافظ على النتيجه ولكن خصني نعزل الدفاع. اول عنصر كان كيفكر في الخروج هو الملازم. تفضل اسيدي. واش بدا يوم المساء
رشيد عليك رحمه الله تطلقين وقال كان رغبت في صلاة التوصيل بالكتاب رحمه الله إلى 100 بلد. كيفاش سي رشيد غيعطي ثقة كاملة رحمه الله كان مفروض في المدرب الأول في النهاية تاع انا كنت نطبقوا بعد ديال المدرب الفريق الجيش الملكي ولاعب الحمد لله اي فريق مغربي اكثر من هذه فريق حتى اوروبي فوق السيره ديالو الامكانيات اللي عنده واظن بانه اللاعب الحمد لله ماشي انا اول يعني غير فقط لحظه كنت راغب باش يعني ننتدب الفريق الجيش منذ بدايه السنه انا ولكن اكيد تنحترموا الفريق المغربي عندنا علاقه طيبه مع الجمهور ديالو اكيد بان حتى هما عندهم لاعب وازن ان شاء الله يمكن كل قوم يمكن فيهم مصلحه باش يمكن يطلقوا رحمه الله القوه البدنيه غادي يطلقوها فاظن بان هي مساله ديال التعامل ديال العلاقات ما بيننا وبين الكره حنا كتقنيين دائما كنكون نرغب باش الحمد لله لان الحمد لله عنده مواصفات ديال اللاعب على واحد المستوى عالي وحينما تكون مستوى عالي اكيد بانه انا ما كنقللش من القيمه ديال اسئله الاهداف حيت الملكي يمكن اعلى نسبيا من الاهداف واكيد اللي غيلعب مع فريق الجيش الملكي غيلعب في كؤوس افريقيا غيلعب مباريات على مستوى واكيد غتكون فرصه للناخب الوطني ممكن هذا رشيد كاين مفاوضات رسميه المفاوضات دائما كاين وحنا دائما احترامنا الخاص دائما المرسمين ما كنجيوش نجيو من الشرجم هذا دائما كاين علاقه مثل ما تعرفوا بدايه السنه درنا مباراه وديه مع فريق الاسمي وعرضنا عليه رمضان في المجموعين ولكن واخا ما عطاوناش بقينا في علاقه طيبه معهم ودائما كنطمحوا كنرغبوا لا اذا كان الحمد لله غادي يبدل احنا فريقه اولى به حاليا لانه هو لاعب وازن في الفريق حاجه ليه ولكن ما نبغوش نفكروا ماشي بالتفكير ديال نفكروا فريق على حسابنا حنا كنطمحوا ولكن ما غاديش نوصلوا لذاك الحد بانه غنبغوا نفوسنا اكثر من اللي غادي يبغي الفريق ديالو مدينته ولكن دائما اذا كانت الرغبه الحمد لله كذلك باش يبدل الاجواء الفريق الجيش الملكي راه فاتح عليه الابواب ديالو سي رشيد واحد السؤال ما كيتعلقش باللاعبين ولكن كيتعلق بواحد المعيقات اللي غتعترض الكره المغربيه وهي الملاعب. الضرب اذا غتسد الضرب غيتسد فاسحته يرتلها مراكش ما يمكنش يهز لعيبه ديال الكره حال كثير من الملاعب ديال اسيا هي بهذا الشكل. كيفاش هاد المدربين غيواجهوا الكره ويواجهوا اللاعبين ويطوروا المستوى ويعطيو هذا المخزون اللي عندهم تكتيكي وتقني لان الان نحن امام سلبيه غتحد من تطور الكره المغربيه تطور الفرق المغربي. انا معك 100% لان اللاعبين اللي كنشوفوهم كفاءتهم ماشي هو الشيء اللي كنشوفوا الان. انا نعطيك كيما غير مثال الممثلين ولا الفنانه بدون مسارح ما كاين كتموت الممثل واظن بانه كذلك لاعب كره قدم بدون ملعب في المستوى ما يمكنش يبين على المهارات والامكانيات ديالو. بعض الاحيان كيف يعني العمليه اللي جات في الاخر الحمد لله وزلقه في الكره زلقات وكان شي ملعب غادي يكون كل عمليه نفس الشيء نقدر نكمل هذا وفرق اخرى بين المباراه في النهايه كيفاش دار وكان شي ملعب تكون هكا المستوى كيكون مستوى ارقى فاظن بان خصك دير واحد المجهود الصعيد الوطني والسياسه يعني رياضيه محكمه باش كل الجهات تكلف كلام الجماهير انما هو اللي عجبو الحمد لله انطلق المساحه ديالها وعندنا ظروفات على مستوى عالي يعني معترف بها والعشب ديالها تكون غير العشب والملاعب ما يديروش شي بطوله ديال بلاي ستيشن اللي يلعبوا بها. شكرا. اسمه ديال المقابله الله يخليك. شكرا للتوفيق شكرا للمقابله عند فعلا المقابله بالنسبه لعين تقريبا المقابله لعبت 15 دقيقه ولا 12 دقيقه للاخر مثل الماتش. اذا وشفتونا كمدربين راضيين عن الاداء ديال الجيش الملكي لان فريق الجيش الملكي يلعب ادوار مهمه في البطوله لعب مع فريق مخصور اجنحه يعيش النتائج يعيش مشاكل داخليه يعيش مشاكل على مستوى الجوانب. الوغ انتم واش راضيين عن الاداء ديال الجيش الملكي؟ انا باش نبقى نفس المنطق اللي بديت في الاول المقابله في المراحل المرحله اللي 15 دقيقه انا كنت راضي عن الفريق ديالي لان كيما شتي كنا واحد السلاسه وكنوصلوا بس راه ديجا لا انت حكيتي لي على الجيل الاهداف
المباراه ماشي داكشي كعبات المقابلات كعبات 10 دقائق ولا 11 دقيقه هذيك انا كيما قلت لك رده فعل اظن بان كل مدير كيحاول يبحث على الاوراق ديالو، لانه في بدايه المباراه كتدخل بواحد المنظومه تكتيكيه، ولكن المباراه ما كانش المباراه، كاين قراءه تقنيه كدار في الوضع، يمكن القراءه اللي غاديروها نتوما على الاطراف الاخر اللي ديروا واحد الحصيله او ديروا واحد الاستنتاج ديال الواقع، ولكن حنا مطلوبين باش نديروا قراءه اللي غتكون يعني فعلا المباراه مستمره باش نغيروا نغيروا المباراه، وداكشي باش كاين تغييرات سواء اللاعبين وتغيير المراكز ديال بعض اللاعبين وتغيير حتى في المنظومات ديال اللاعبين، كل تغيير اللاعبين، انك شفتوا كان من مره غيرت اللاعب قديما من مكان لمكان، وغيرت اللاعب كذلك بالنسبه لنا محسن دخلته باش ندير غير جوج ديال اللاعبين القائم اللي كان هو سعيدي وكان هو شاكير، وفي نفس الوقت باش نعطي اضافه للهجوم وزدت مهاجم اضافي اللي هو هذا، فهذه القراءات يمكن زادوا الطفره الهجوميه اكثر من الاول، ولكن انا راضي على الفريق ديالي 18 دقيقه الاولى، من بعد كانت زياده في الثقه اللي اظن بانه ما نقولش استغفروا الخصم يعني ولا الناس، ولكن بانهم ظنوا بانهم الى لعبوا نقولوا اسلوب بعض الاحيان كيكون استعراضي، اظن بانه يقدروا يديروا، ولكن النتيجه كتدار كما تنقولوا دائما بالجديه وبتكرار كل العمليات اللي مستمرين، الايقاع غادي يطلع وفريق اولمبيك اسفي اكيد بانه غادي حنا ديك الثقه اللي جعلت باش فريق اولمبيك يرجع مع العلم بانه نقول لك بانه دائما كاين واحد المشكل في الدور جاي، كاين واحد النزعه نفسيه بان فريق اولمبيك كيتسفي راجل الهزيمه ثقيله مع تطوان، صعيب عليك لازم التسويده ديالو، فحتى اللاعبين غيلعبوا بنفس قويه، يعني كان هذيك الناس لاحظنا 10 لاعبين اللي كانوا الزودي كيفاش يمكن احسن مباراه لعب الزودي اظن احسن مباراه اللاعب رفيق كان ماشي في هذا، ولكن دائما كيبقى لاعب الحمد لله يمكن اليوم تحرر نسبيا لان